الحبايب الغاليين عاملين ايه؟ اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الفرق بين ايجار شقة وشراء البيت في امريكا، وكنا مركزين بشكل كبير على اللونج تيرم. وطبعا صديقي العزيز هاني عطية اتكلم عن النقطة ديت شوية. وطبعا كان عنده حق ان انت على اللونج تيرم او يعني انت لما تيجي تشتري بيت بعد 10 او 15 سنه بيبقى في اختلافات كبير بينه وبين الايجار بعد الفتره دي. يعني انا لما كنت بقارن بتكلم على الشورت تيرم، كمان سنه سنتين الدنيا عامله ازاي. خلينا نتكلم عن النقطه ديت لان دي نقطه مهمه، الا وهي ان انت كمان انا اشتريت بيت مثلا ثمنه 300,000. حلو. بعد 10 سنين ايه الفايده بتاعتي اللي هتيجي عليا منه؟ يعني انا اتحملت الاعباء بتاعته لمده 10 سنين، ايه الفايده اللي ممكن تيجي منه مقارنه بالايجار يعني في خلال 10 سنين؟ طيب انا لو اشتريت بيت كمان ثمنه النهارده 300,000، كمان 10 سنين سعره بيزيد، ممكن مثلا سعره يوصل مثلا 500,000 مثلا خلال 10 سنين دول مثلا. ففي فرق محترم مثلا ممكن يتعمل، ممكن يبقى ثمنه 600,000، يعني ممكن يبقى يوصل الفرق كبير 60 70 80% 90% زياده من ثمنه. كل ما اعمل تصليحات وابديتس وحاجات في البيت كل ما قيمه البيت بتزيد. فانا مثلا لما مصرف على البيت مثلا 10,000 دولار، ممكن قيمه البيت تزيد بسبب ال 10,000 دولار دول مثلا 20,000 دولار 30,000 دولار. والكلام ده يعني طبعا بيختلف من بيت للتاني وعلى حسب اللي انت بتعمله وحسب الدنيا وكده يعني. بس بشكل عام اللي انت بالتصليحات اللي بتعملها فيه بترجع لك، فانت الفلوس اللي انت بتصرفها فيه مش بتروح بشكل كامل، يعني بيجيلك منها بنفيتس، وخصوصا ان سعر البيت بيزيد وهو اسيتس. فالاسيتس ديت بتدعمك في اي حاجه انت عايز تعملها، في اي مشاريع انت عايز تعملها، في اي قصص من الكلام دوت. خلال 10 سنين دول انت بتكون دفعت جزء كويس من البرنسبل او الاصل بتاع القرض، فبيتزيد الايكويتي بتاعتك في البيت. حلو. الاس بتاعك طبعا على حسب انواع الاقساط، بس بشكل عام اغلب الناس بتستخدم قسط ثابت للبيت. فالقسط بتاعك كمان 10 سنين هو نفسه كالقسط النهارده، يعني نفس الرقم اللي بتدفعه كل شهر هتدفعه كمان 10 سنين، الا لو انت عملت ريفاينانس في النص ودفعت فلوس زياده او عملت حاجه غيرت النظام الائتماني بتاعك مع البيت يعني. الضرائب العقاريه اكيد في الغالب بتزيد خلال الفتره ديت، وبعض المصاريف التانيه بتزيد، لكن الاساس بتاعك بيفضل زي ما هو. بعد 10 سنين لو انت اخد شقه ايجار، اخدتها النهارده مثلا ب 2000، كمان 10 سنين هيبقى ايجارها ممكن 4000 5000، فاهم؟ حاجات كده يعني. الزيادات اللي بتزيدها ديت كل سنه مع الانفليشن مع الحاجات ديت بتروح لاعلى، وانت ما بتطلعش في الاخر باي فايده غير لما تكون انت شاري. فالفايده في الشراء ان انت سعرك ثابت تقريبا، يعني في زيادات بس القصه ثابته. ويوم ما تخلص البيت فانت ما بيبقاش عندك تدفع غير الضريبه العقاريه والتصليحات والبيلز والحاجات ديت، لكن قسط البيت نفسه خلاص انت خلصته. النهارده انت لو شاري البيت ومثلا بتدفع له مثلا 3000 دولار في الشهر. حلو. لو جيت تأجره ممكن يجيب لك الثلاثه بالعافيه، ممكن تدفع من جيبك مثلا في الجو بتاع النهارده. لو خدته كده وصبرت عليه مثلا كمان 10 سنين هيبقى الايجار بتاعه بدل الثلاثه بقى مثلا 5 6 7، بدأ بيدخل لك دخل، وقيمه البيت نفسه بتزيد والايكوتي بتاعتك بتزيد، فاهم؟ فشراء البيت على اللونج تيرم طبعا كويس، بس انت تقدر تتحمله. من النقط المهمه اللي الناس كتير من المصريين الحبايب بيعملوها، خصوصا في حاجات زي بيون، فيها حبايب فيها كتير في بيون وكده. بيشتروا مثلا ايه 2 فاميلي هاوس او 3 فاميلي هاوس، يعني بيت فيه شقتين او ثلاثه، بيشتري ويأجر ويعيد، يعني ياخد شقه منهم يعيش فيها ويبقى يأجره.
فبالتالي هو بيقلل الهيدك اللي على نفسه، المبلغ اللي هو بيدفعه على نفسه او الرقم اللي بيدفعه هو على نفسه يقلله، وبيديله فرصه ان هو مثلا ايه كمان شويه الدنيا ظبطت كده وفي قرشين على جنب، روح رايح شاري بيت تاني، دافع مقدم ومش عارف ايه وبتاع، اخد مثلا 2 فاميلي هاوس 3 فاميلي هاوس تاني، ويروح مأجر الشقه اللي فيها، وهكذا ويفضل مستمر. يبقى عنده مثلا كمان كام سنه عنده مثلا 7 8 بيوت 9 بيوت 10 بيوت وهكذا يعني. في ناس كتير بتشتغل بالشكل دوت وعادي، ده موديل يعني موديل بتاع بيزنس كويس. كل اللي انا بقوله ده حلو حلو، بس ده لا يشمل امريكا كلها. ليه بقى يا ريس؟ لان زيادات اسعار البيوت ديت مش كل امريكا فيها نفس الزيادات ونفس النظام بتاع الزيادات ديت. احنا بالنسبه لنا احنا في الولايات بتاعت الشمال الشرقي في امريكا فيها زيادات كبيره في الاسعار دايما، يعني خصوصا ولايه زي نيوجيرسي زي نيويورك حاجات كده، الاسعار البيوت فيها بتزيد بشكل كبير. في ولايات اللي بيسموها يعني اللي في الميد ويست والحاجات دي، اللي بيسموا الحتت اللي بيبقى يعني بيقول لك انت يعني 11 out of nowhere، اللي هو انت عايش في حته مقطوعه يعني. الحتت ديت مش كلها اسعار البيوت فيها بتزيد، بالعكس في حتت اسعار البيوت بيبقى عندهم بيوت معروضه للبيع ومحدش راضي يشتريها. ف... فدي قصه يعني. في اماكن بتحصل فيها مشاكل، يعني مثلا ديترويت كانت عاصمة صناعة السيارات ومش عارف ايه بتاع، حصلت أزمات كبيرة وبتاع، فالناس خلعت من ديترويت. ديترويت بقى في ديترويت في ميشيغان بقى فيها كمية abandoned houses رهيبة، بيوت مهجورة رهيبة. البيوت ديت مرمية، أصحابها سابوها ومشيوا، وكل سنة وأنت طيب. و ويعني هتلاقيها مهجوره ومكسره وبتاع، بتتباع ب 10000 دولار و5000 دولار و1000 دولار. روح اشتريه، بس انت بقى ولازم تبنيها بقى من اول وجديد. هتحط لك 200 250 الف كده عشان تعمل ريموديلنج وتبنيها من اول وجديد. ولما تيجي تبنيها، طب المنطقه اللي هناك هل هي امان؟ هل هي المنطقه كويسه؟ هل المنطقه زي زمان؟ ده سؤال مهم. في حاجات كده كتير في كل ولايه، يعني مش في ولايات، مش في ولايه معينه ولايه تانية، لا لا، في كل ولايه. هنا عندنا في جيرسي في حتت، في مناطق فيها حتت اتهجرت جامد. في عندك مدينه هنا زي ترنتون مثلا، هي كانت يعني عاصمه من عاصمات الصناعه المهمه الرئيسيه جدا في امريكا. مع تغيرات الصناعه والحاجات دي بقى فيها حتت مهجوره كتيره واماكن مهجوره وبتاع وكده، فاسعارها نزلت. يعني الحتت اللي حواليها اسعارها بتزيد، وهي ترنتون سعرها يعني ايه بالظبط. فالقصه قصه عرض وطلب، يعني مش كل حاجه 100%. فانت محتاج تدرس وتشوف الدنيا بكل تفاصيلها قبل ما تاخد قرار. وزي ما قلت، هو المفتاح الرئيسي انك عشان تشتري انت تبقى قد ان انت تدفع اللي هتشتريه. يعني القسط بتاعك ده انت تبقى قد انك تدفعه، لان لو ما عملتش كده هتلبس نفسك في مشكله ملهاش حل. هتلاقي نفسك في الاخر بتبيع بطاطا. فهي ده الخلاصه يعني في الموضوع. وتحياتي.